الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من مفاتيح الجنة سلامة الصدر، سلامة الصدر من الضغينة، من الغش، من الحسد، من البغضاء، من الشحناء. سلامة الصدر العفو العام عن كل من أساء إليك. كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه في المسجد، فالتفت وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ودخل رجل قد توضأ، آثار الوضوء قطرات الماء تتقاطر من لحيته وحذاؤه بيده اليسرى، فصلى ركعتين. وفي اليوم الثاني يقول صلى الله عليه وسلم ويدخل نفس الرجل، وفي اليوم الثالث نفس الرجل. فيذهب أحد الصحابة إلى هذا الصحابي، قيل إنه سعد بن أبي وقاص، خال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبيت معه 3 ليالي، ينظر إلى عبادته فيجد أن عبادته مثل عبادة الناس، يصلي مثل الصحابة ويصوم مثل الصحابة، ليس عنده عمل زائد. قال: أنا، يقول هذا الصحابي الذي جاء عبد الله بن عمرو، أنا جيت وبت عندك 3 ليالي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنك من أهل الجنة، فماذا تفعل؟ قال: هو ما رأيت، ولكن والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد، أو حسد لأحد، أو غش على أحد، أو ضغناء أو بغضاء. قال: هذا الذي جعلك، هذا الذي أنت، هذا الذي لم نستطعه نحن. إن كثير من الناس ترى يصلي ويتصدق ويصوم، لكن في قلبه فرن، في قلبه عداوات، في قلبه نار تتأجج من البغضاء والشحناء وحب الانتقام وحب الثار والحسد والغل على عباد الله. متى نصفي قلوبنا؟ ما هي فائدة الصلاة والصيام والزكاة إذا ما عادت على هذا القلب المضغة الصغيرة؟ اغسله حتى يكون كالماء الزلال. أنت أول انقذ نفسك، يعني انقذ قلبك من نار العداوات، لا توقد فرنا في قلبك تحترق فيه. اغسل قلبك، أخرج حيات الأحقاد والعداوات والشحناء والبغضاء. اقتل العقارب التي في قلبك، عقارب الضغينة، عقارب الكراهية للناس. اجعله قلبا نظيفا، قلبا زلالا، قلبا فراتا، قلبا طيبا، قلبا يحب الخير للناس. حتى من أساء إليك يا أخي اصدر العفو كل ليلة عمن أساء إليك، قل: عفى الله عمن أساء إلينا، عفى الله عمن شتمنا أو ظلمنا أو قذفنا أو تعرض لنا أو همزنا أو سخر بنا. هذا سلامة الصدر، ترى من المعالم دخول الجنة. حتى يرون، يقول: أكل الحلال والمحافظة على تكبيرة الإحرام وسلامة الصدر 3 بطاقات يدخل بها صاحبها الجنة. جنات النعيم لا يدخلها إلا ناس شرفاء أوفياء طاهرين طيبين. ومن الطيب والطهر والشرف أن يكون قلبك، صدرك هذا سليما من الأحقاد. ريح نفسك من كل ضغينة، لا تفكر في من أساء إليك، لا تفكر في أعدائك، لا تفكر في حسادك. قل: سامحهم الله، عفى الله عنهم. كما يقول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عن من ظلمني، وأن أعطي من حرمني. يعفو الله عنك، ارحم يرحمك الله، اغفر للمقصرين يغفر الله لك. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعل صدورنا سليمة من الأحقاد ومن الحسد ومن الغش ومن الغلل، نكون عبادا طيبين يستأهلون الجنة الطيبة، دار الواحد الأحد، الفردوس الأعلى. وإلى لقاء، وفق الله الجميع لما يحبه.